أحد المؤمنين بن بغداد يقول: إذا شخص غش بالامتحانات ونجح وتعين وتقاضى راتب شهري، فما حكم هذا الراتب إذا كانت الشهادة مأخوذة قيداً في الوظيفة؟ فما يستحق كل الراتب إذا كانت الشهادة مأخوذة قيداً بالوظيفة. يعني اشترطوا على المتقدم للتعيين أنه حاصل على الشهادة الفلانية، كما مثلا وزارة الصحة قالت نريد كذا عدد طبيب، كذا عدد طبيب. هاي الوظيفة الشهادة مأخوذة قيداً في الوظيفة. هذا اللي يريد يتعين بوزارة الصحة وبالمستشفى ومركز صحي لابد أن يكون عنده شهادة طبيب. فإذا ما كان عنده شهادة طبيب وكانت الشهادة مأخوذة قيداً في الوظيفة ما يستحق أي شيء من الراتب، لا يستحق أي شيء من الراتب. أما إذا كانت الشهادة ما مأخوذة قيداً في الوظيفة، مثلا دائرة تسوي إعلان إحنا نريد موظفين، ما يقيدون الوظيفة بشهادة، راح تعين بشهادة هو غاش بيها، هنا يستحق الراتب لو لا يستحق الراتب، ما عدا الراتب اللي بأزاء الشهادة ما يستحقه، يستحق كل الراتب. إيش قد بأزاء الشهادة؟ 50,000، هاي 50 ما يستحقها. هذا إذا كان الغش دخيلاً أو له دخل في النجاح. أما إذا كان الغش ما له مدخلية بالنجاح، يعني هذا الطالب ينجح سواء غش أو لم يغش. بعض الطلاب من دون غش ياخذ 70، إذا غش ياخذ 90، 70 هم ناجح هو. هنا الغش ما له مدخلية في تحصيل الشهادة مثلا، ما له مدخلية. يستحق الراتب هنا؟ نعم يستحق الراتب.